القصة دي تبدو إنها كوميكس، يعني واحد بيقول لك أنا واقف في الاستقبال ومعايا حد في سنة سادسة، طبعًا سادسة قديمة قبل ما تتلغي سادسة تانية، فبيقول لي: "يا كبير ما عادش في بركة ولا حتى حد بيحشِّش زي موافي." طبعًا هو يقصد التحشيش، طبعًا هو دكتور موافي طبعًا راجل محترم جدًا، بس يمكن هو يقصد إن هو بيهزّر كتير أو بيدّي أمثلة يعني إيه، زي ما إحنا بنسميها بصمجة يعني، إن هو بيدّي حاجات تساعدك على الحفظ، فبيسموه بيحشِّش يعني. أو قد يكون قصد الزميل ده أو الطالب ده إن هو شايف إن الدكتور موافي بيألِّف أو بيهبد يعني، لكن ده مش حقيقي يعني. بيقول لي: "ولا حتى حد بيحشِّش زي موافي." فلقيت المرافق مطلّع حتّة حشيش وبيقول لي: "في الخدمة يا دكتورة." طبعًا القصة حصلت قدّامي بشكل مختلف من حوالي 20، 25 سَنة كده لمّا كنا في أول نيابتنا، يعني نقول من 20 سَنة تقريبًا. أحد الزملا من دفعات أكبر منّي يعني، فكان نايب في السنة النهائية من أحد الأقسام يعني، وكان يعني قايلين له: "أنت مش هتتعيّن، مش هتتثبّت." فكان مش طايق نَفْسه يعني، فالعيان عمّال يزعّق مع العيانين ومع المرافقين ومع التمريض، فعيان بيقول له: "مالك بس يا دكتور مش عوايدك يعني تبقى بتنرفز كده." فقال له: "والله الدنيا جاية عليّا مش عارف إيه وبتاع، ده أنا لو ألاقي حتّة أفيون دلوقتي يعني إيه تريّح دماغي ما كنتش اتأخّرت." العيان استنى العيادة لمّا خلصت خالص وهديت خالص ودخل له: "يا دكتور فلان." قال له: "آه." قال له: أنا جايب لك خدمة معايا." "إيه جايب لي إيه؟" "أنت مش كنت عايز حتّة أفيون؟ اتفضل." قال له: "إيه ده؟" قال: "أنت مش قايل الصبح إن أنت عايز حتّة أفيون تريّح دماغك بيها؟ جبت لك حتّة أفيون معتبرة أهي، بس خُد بالك دي وصاية يعني حاجة للحبايب بس." فهو الراجل المريض الغلبان المرافق ده أو المرافق ده يعني الله أعلم هو مريض أو مرافق، يعني هو شايف إن الدكتور طلب حتّة أفيون، فهو عنده الأفيون فجابها له بس خلاص. فاهم القصة؟ هو لا مُدرك خطورة الأفيون ولا مُدرك إن هو ممنوع ولا مُدرك أي حاجة وجايبها له عادي جوّه المستشفى وبيدّيها له في إيده يعني، وهو الراجل بيقولها كنوع من المبالغة، لو لقيت حتّة أفيون هاشربها كنوع من المبالغة، لكن هو ما توقّعش إن المريض يجيبها له فعلًا. فيعني ساعات اختلاف اللغة واختلاف يعني آآ اللغة ساعات بتختلف من المريض والدكتور، فناخد بالنا كويس إن كلامنا ممكن يُفهم بشكل مختلف من المرضى.